ايس كريم بطعم الفراولة اللي عمركم ما هتقدروا تستغنوا عنه بعد ما تجربوا الطريقة دي. طعم يجنن كل اللي هياكل منه من كتر جماله وطعمه اللذيذ، وكل اللي هياكله من ايدك مش هيصدق انك عاملاه في البيت. طعمه جميل جدا، لازم تجربوه علشان هتنبهروا بيه. ويلا بينا نبدأ بالطريقة على طول. اول حاجة هنجيب طبق غويط وهننزل بكوباية من الكريم شانتيه، واهم حاجة يكون نوعه كويس علشان بيفرق جدا في الطعم. وهننزل عليه بكوباية من اللبن الساقع، اهم حاجة تبقى ساقعة جدا علشان تدينا قوام الكريمة تقيل معانا. وهننزل عليهم ب3 معالق كبار من السكر البودر، وهنضربهم بالمضرب الكهربائي لغاية لما يبقى قوامه تقيل معانا. طبعا انا مستخدمه هنا نوع الكريم شانتان اللي انا حطاه هو المتحدة، بيكون طعمه جميل جدا وبيدينا طعم الايس كريم اللي احنا بنشتريه من بره بالظبط. ولو ما كانش متوفر عندكم في اكياس كده بتتباع في السوبر ماركت برضو بيكون طعمها جميل جدا، وهتديكوا نفس طعم الايس كريم اللي احنا بنشتريه من بره بالظبط، بس الكياس بيكون مضاف عليها سكر، فما تضيفيش عليها سكر تاني. طبعا انت لو هتستخدمي الكريم شانتيه المتحدة، طبعا انا جايباه من غير سكر خالص، فعلشان كده ضفت عليه السكر، وبكده الكريمة بتاعتنا بقت جاهزة معانا. ويلا بينا نعمل تاني خطوة. هنجيب الكبة بتاعتنا وهنجيب الفراولة، طبعا دي فراولة مجمدة كنت مخزناها معاكم قبل كده، لو عايزين تعرفوا طريقة التخزين بتاعتها هتلاقيها موجودة عندكم على الصفحة. وهننزل بيها في قلب الكبة وهنضربها لغاية لما تنعم معانا تماما وتبقى بالشكل ده كده. اهم حاجة تبقى ناعمة معاكي جدا زي ما حضراتكم شايفين كده، اهم حاجة توصلي النعومة دي كده. وبكده الفراولة بتاعتنا بقت جاهزة معانا. هناخدها بقى وهننزل بيها على الكريمة. طبعا انا هنا كده كنت مستخدمة نص كيلو من الفراولة، يعني انا ما حطيتش الكيس اللي كان معايا كله، حطيت نصه كده. وطبعا انتوا ممكن تقللوا كده من كمية الفراولة، اهم حاجة احنا عايزين ناخد طعم الفراولة، يعني مش لازم تحطوا كمية كبيرة، ممكن تحطوا ربع كيلو او اقل. زي ما قلت لكم اهم حاجة احنا عايزين الطعم بتاع الفراولة بس. وهنقعد نضربهم كده بالمضرب الكهربائي لغاية لما كله يندمج مع بعضه. وهنجيب كده شوية من اللون الاحمر بطرف المعلقة كده وهننزل بيهم، وده طبعا له طعم صحي. وكمان انت ممكن تتحكمي في لون الايس كريم بتاعك، ممكن تقللي اللون عن كده او تخففيه طبعا زي ما انت بتحبي هتعملي. وهنضربهم بقى بالمضرب الكهربائي لغايه لما كله يندمج مع بعضه ويبقى بالجمال والحلاوه دي كلها. وبكده الايس كريم بتاعنا بقى جاهز معانا. هنجيب بقى العلب اللي احنا هنحطها في الفريزر، هننزل بالايس كريم بتاعنا وهنفرده كده في العلبة، أهم حاجة نسويه كويس. وهنمسك العلبة وهنعملها بالطريقة دي كده علشان لو في أي هوا كده يطلع منها وتبقى متساوية كلها. وهنغطي العلبة بقى وهنحطها في الفريزر لغاية لما تتجمد معانا. تعالوا بقى ما نجيب علبة الأولاد الصغيرة الجميلة دي كده ونحط فيها الآيس كريم، طبعا بيكون شكلها جميل جدا كده وبتفرح الولاد. وهناخدها هي كمان ونحطها في الفريزر. ويلا بينا نشوف الآيس كريم بتاعنا الجميل بعد ما طلع من الفريزر. بسم الله ما شاء الله عليه، شايفين قد ايه هو طالع مظبوط 100%. وما اقولكوش بقى على الطعم جميل جدا، احلى من اللي احنا بنشتريه من بره ب100 مرة. حاجة كده جميلة انت عاملاها في بيتك مضمونة، وكفاية فرحة الولاد كده لما تعملي لهم حاجة جميلة زي كده. وطبعا انت ممكن تغيري كده في الأطعمة بتاعة الآيس كريم، ممكن تعملهم آيس كريم بطعم المانجا أو بطعم الفانيليا أو الشوكولاتة أو الجوافة، يعني أي فاكهة موجودة عندك في البيت ممكن تعملي بيها، أو ممكن تعمله بالبطيخ بيكون طعمه جميل جدا. يعني احنا كده كده هنعمل الآيس كريم، يعني مش هنقف على أي حاجة. وطبعا احنا عملنا مع بعض آيس كريم المانجا، هتلاقوه موجود عندكم على الصفحة، هيعجبكم جدا لما تجربوه، حاجة جميلة جدا، طعمه أحلى من اللي احنا بنشتريه من بره ب100 مرة. وتعالوا يلا بينا بقى نشوف علبة الولاد الجميلة. شوفوا بسم الله ما شاء الله عليها، كانت جميلة جدا وطعمها جميل. وبكده عملنا مع بعض آيس كريم الفراولة، ان شاء الله لما تجربوه هيعجبكم جدا. واستنونا في فيديوهات احلى واحلى مع بيت الخير، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، وبألف هنا.